بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنتكلم في موضوع خطير ومهم جدا جدا، ومش عارفة ازاي الآباء والأمهات سايبين ولادهم في السن الخطر دوت بيركبوا عربيات عادي جدا جدا، وبيسوقوا في الزحام، وبيسوقوا بطريقة بسرعة هستيرية جدا. للأسف حوادث كتير جدا حصلت الأيام اللي فاتت ديت بسبب ان الشاب خلاص بقى شايف نفسه راجل، وبقى 16 سنة وعمل بطاقة، وشايف نفسه خلاص كده اللي هو يقدر يسوق. بيخوف الناس بالعربية وبيقعد يلعب بيخوف العيال وهو بيسوق، وبيعمل نفسه اللي هو بيهزر، وفي الحقيقة الهزار بيقلب بجد، وبتكون كارثة، وبتكون حادثة شنيعة جدا جدا، وبتؤدي كتير جدا إلى الوفاة. أنا عايزة أعرف الأب فين لما ابنك ياخد مفاتيح عربيتك وينزل يتمنظر ولا يلعب مع أصحابه بيها؟ أنت فين؟ فرحان قوي بابنك اللي هو بيعرف يسوق؟ طب مش خايف على ابنك؟ طب يا عم انت مش خايف على ابنك، خايف على ولاد الناس. ما صحيح، ما انت مش خايف على ابنك هتخاف على ولاد الناس ازاي؟ يا جماعة الموضوع دوت بيمثل خطورة شديدة جدا، واي اب واي ام عندهم عربية يا ريت محدش يدي مفتاح عربيته لعقل ابنه عشان مجرد اللي هو بيعرف يسوق. انت ازاي تأمن عليه في وسط الزحام وفي وسط الطرق اللي انت مش عارف اصلا هو رايح بيها فين؟ والله العظيم بشوف كمية عربيات فيها شباب ومشغلين الكاسيت عالي جدا جدا، ومش داريانين هم اصلا في العربية، ما بيكونوش داريانين ايه اللي بيحصل بره، وسايقين بسرعة رهيبة جدا جدا جدا، وبيهزروا وبيضحكوا، وإسفة أدن ممكن عربية تيجي في وشهم يلبسوا فيها وهم أساسا ما كانوش شايفينها، أو رصيف يعدوا من عليه ويطلعوا يعملوا حادثة، أو دائري يقعوا من فوقيه من كتر الهايبرة اللي بيبقوا فيها، ومن كتر الكاست اللي بيبقى عالي جدا وراوشهم ومش عارفين هم بيعملوا ايه أساسا بالظبط. حصل كذا حادثة، وللأسف لسه كتير وعيال صغيرين في غيبوبة بسبب الحوادث ديت، وعيال كتير بتموت بسبب الحوادث ديت، وكذا حادثة التوك توك اللي اتقلب بسبب سرعة بردك شاب كده عنده 15 سنة ولا عامل رخصة ولا عامل أي حاجة، كان سايق ودخل في اتنين صبيان صغيرين كانوا رايحين المدرسة ويا حبايبي ماتوا. وفي راجل بردك يعني شاب داس راجل وهو بيعدي الطريق بسبب ان هو لسه مش مدرك يعني ايه سواقه، لسه مش مدرك يعني ايه طريق. مش معنى ان انا بعرف امشي العربيه كده خلاص انت اطمنت ان انا بسوق، لا يا جماعه، لا. ازاي الاستهتار ده؟ ما ينفعش ابدا. ارواح الناس ديت مش لعبه. انت مش خايف على ابنك كده هو بيعدي بالعربيه من اي حته يتقلب بيها ويقع؟ بتحصل كتير جدا. انتوا ازاي بتخاطروا بحياه ولادكم كده؟ ازاي ما عندكوش سيطره ان محدش ياخد مفتاح العربيه ولا ما ينفعش تسوق؟ بجد حاجة مستفزة جدا للآباء والأمهات أكتر من الواد اللي عايز يمسك مفاتيح العربية ويسوق، ولا اللي كمان البنات. بشوف بنات في سن أقل من سن الجامعة وبيبقى معاهم مفاتيح عربية وبيسوقوا. لا، مش معنى ان انا بقيت اعرف اسوق اللي انا امشي واطيح في الناس كده واعمل حوادث. لا، مش المسألة مش سهلة. لازم يبقى انا يعني واخد مثلا كورس ودارس كويس قوي، ومدرك يعني ايه سواقه، ومدرك يعني ايه طريق، ومدرك يعني ايه اشاره، ومدرك يعني ايه دائري، ومدرك يعني ايه طريق سريع. كل ده ابقى انا مدركه. ما بيبصوش في المرايات خالص، المرايات مالهمش دعوه بيها، هم ماشيين على السرعه العاليه ومشغلين الكاسيت وخلاص كده، هم كده ايه بيعرفوا يسوقوا، مش حاسبين لاي حاجه خالص خالص في الطريق. وبتحصل مصايب سودة، وكل واحد ابنه بيعمل حادثة عمره ابدا ما بيغلطه، دايما بيغلط اللي ماشي في الارض. ازاي اللي ماشي في الارض هو اللي هيبقى غلطان واللي جاي عليه بالعربية هو اللي مش هيبقى غلطان؟ نفسي افهمها دي بجد. راعوا ربنا شوية ويحسوا بالناس، وحسوا بالناس. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. مش عشان انت فرحان بابنك اللي هو عارف يسوق تديله العربيه هو واصحابه يروح يتمنظر بيها شويه ويجيلك بحادثه، ويجيلك بالعربيه متخرشمه، ويجيلك بمصايب انت في غنى عنها.
لمجرد اللي انت تقول لا لسه بدري ان انت تسوق عربيات دلوقتي، اصبر شوية. مش كده. ما تسوقش في الطريق، ما تسوقش في العربيات، ما تسوقش في الزحمة. موضوع مستفز جدا جدا، وبشوف الاباء والامهات فيه اخر استهتار، وبيبقى الفجر والشاب ماشي بالعربية بيجري بيها ومن غير اي مسؤولية ومن غير اي حاجة خالص، كده ماشي وصوت الكاسيت وبيبقى ماشي على 200 وعلى 180 وسرعة رهيبة. فبجد اتقوا الله في ولاد الناس. حتى لو انت مش خايف على ابنك وعارف اللي هو بريفكت وعارف اللي هو حريف قوي وعارف اللي هو سواق ومفيش منه اتنين، لازم تبقى جنبه. ما ينفعش خالص شاب يبقى عنده 15 16 سنة مش مدرك يعني ايه طريق ويسوق. مش كفاية اللي هم بيسوقوا التكاتشك دول بقى، ما حصلوش اصلا دول ال 15 ولا ال 16 دول بقى 11 سنة و12 سنة سايقين التكاتشك وماشيين، وبردك حوادث ما يعلم بها الا ربنا بتحصل منهم. احنا في مصايب في البلاد كلها، واديكوا شايفين الزلزال وشايفين البلاءات اللي العالم فيها، فاحنا ما نجيش نحط على نفسنا بلاءات بايدينا. يعني بجد حرام حرام. كل الناس في العالم كله بتشتكي من الزلازل وبتشتكي من الحروب وبتشتكي. ده احنا مصر امن وامان، ادخلوا فيها سالمين، ادخلوا فيها امنين. يعني احنا بنشوف مصر الحمد لله ما فيهاش زلازل، ما فيهاش مجاعة، وما فيهاش اي حاجة. يبقى نجيب النصايب لنفسنا بالحوادث والسن ونعرض ولادنا كده للخطر، ولاد الناس للخطر؟ لا، لازم بجد نلتزم شوية وما نجيبش لنفسنا الكوارث والمصايب واحنا قاعدين. يعني انت تبقى نايم وابنك واخد العربية، يعني ايه تبقى نايم وحد يتصل بيك يقولك ايوه يا فندم ابنك عمل حادثة؟ انتوا مدركين الموقف؟ ساعتها هتقول ده خد العربية من ورايا، ولا ساعتها هتقول انا اللي غلطانه انا اللي اديتها له، ولا ساعتها هتقول يا ريتني ما اديتها له؟ طب وليه نعرض نفسنا لكده؟ ما هو من الاول بلاش. شوف انت ركبت عربيه وانت عندك كام سنه؟ متهيألي انت اول ما ركبت العربيه، اللي بيجري ابنه وهو عنده 16 و15 سنه ده، متهيألي انت اول ما ركبت العربيه كان عندك 30 سنه ولا حاجه. يبقى يا جماعه يبقى عندنا وعي شويه وعندنا فهم شويه، ان ما ينفعش ابدا السن ده يبقى مستهتر بالشكل ويكون بقى ابوه مهم ولا اي حاجه ويطلع الولد من القضيه كده زي الشعره من العجينه، والتانيين يبقوا ولاده ابنه مات ومتحسر عليه. لا، نتقي الله. وزي ما انت ما بتخاف على ابنك وعايز تطلعه من الشعره من العجينه كده من الحادثه اللي هو عملها وموت حد، لا خليه جنبك احسن، ولا ضرر ولا ضرار. وزي ما بتخاف على ابنك من الحبس، خايف على الناس التانية اللي ولادهم بيكونوا تحت التراب وبيكون قلبهم محروق عليهم. بجد والله موضوع مستفز جدا جدا، ويا ريت كل واحد عنده عربية وعنده ابن فرحان بيه قوي، لأ اصبر شوية عليه لغاية ما يدرك يعني ايه طريق ويعني ايه يمشي على سرعة كام. دي مهمة جدا جدا جدا. استودعتكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.